يا دوب نلحق نجهز الفسيخ بتاع العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا نقدر نجيب اي كمية. بجيب السمك البوري الحجم الكبير، بشيل الخياشيم بتاعته، بغسل مكانها كويس وبسيبه يصفي ليلة في التلاجة. بعد كده بطلعه انشفه كويس قوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. مش عايزة يكون فيه ولا نقطة مية. بجهز ملح رشيدي وشطة اسواني كده حلوة او سوداني. بكون جرشاها وببدأ ان انا املى الخياشيم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، واحط سمكة عكس التانية. وبكون مجهزة كيس كبير تقيل علشان الف فيه السمك كويس جدا. وما بكتفيش بكيس واحد، بفضل الفه في اكياس كتير علشان اعزله كويس جدا. بسيبه اول 3 ايام زي ما هو، ما بحركوش خالص. ومن بعد اليوم التالت ببدأ ان انا اقلبه كل يوم على جنب لمدة 3 اسابيع. احنا في الشتاء والجو برد. هيطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بسم الله ما شاء الله، حاجة زبدة. بننضفه بقى، وانا بحب ان انا اخلي الفسيخ فبشيل كده السلسلة خالص. شايفين حضراتكم اللون عامل ازاي؟ وببدأ ان انا اخليه بالمعلقة او بالسكينة، بتكون اسهل شوية. ويطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لونه تحفة وطعمه خطير، ملوش علاقة خالص يا جماعة باللي احنا بنشتريه. وعلى الفسيخ هنحط الزيت والليمون ونحضر عيش كتير. ولايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.